لو انت من الناس اللي دايما بتستخدم ترابيزه المكوى في كوي الملابس بتاعتها، يبقى لازم تعمل السر ده فيها. صلى على النبي وتعالى اقول لك ازاي. دي حركه بسيطه بس مهم جدا لازم تعملها عندك في اي ترابيزه مكوى، سواء كان السطح بتاعها خشب او معدن او اي سطح صلب انت متعود دايما بتكوي عليه الهدوم بتاعتك. هتجيب ورق فويل وهتغطي بيه سطح ترابيزه المكوى بالكامل، واهم حاجه تخليه يطبق على سطح ترابيزه المكوى. الحركه دي هتحافظ لك على ترابيزه المكوى لو معدن من انها تصدي، او لو خشب من ان الخشب يحصل له تآكل، وده بيكون نتيجه الميه او البخار اللي بيخرج من المكوى بينزل على سطح ترابيزه المكوى باستمرار. كمان هتسهل معاك عمليه فرد الملابس وانت بتكويها، وده نتيجه ان الورق الفويل بيعكس درجه الحراره اللي بتكون خارجه من المكوى. بس لو عاوز بقى تكوي اي خامه ملابس تخطر على بالك من غير ما تلمع او تتلسع او تتحرق منك، يبقى لازم تاخد كفر المكوى الاصلي. ولو عاوز كمان مفرش حراري زي اللي راكب على الترابيزه ده ما يجيبش معاك لون وانت بتكوي الملابس، وكمان يقدر يحافظ لك على ترابيزه المكوى، وكمان مبطن فايبر حراري وباستك تقدر تحله وتركبه بسهوله في اي وقت. كمان متاح مفارش تركي 2 طبقه قماش حراري مبطن باستك، لو اخدت اي قطعتين عليهم شحن مجاني، ومتاح شحن لاي مكان في مصر. لطلب اوردر ابعت لنا على الواتساب اللي قدامك على الشاشه ده.